هناك أيضا من يحب كرة القدم يتابع مبارياتها، لكنه سيحضر كأس العالم لأول مرة في حياته. إنه عبد الرقيب اليافعي، جاء لحضور مونديال قطر. انتشر له فيديو وكان مراسل أحد القنوات المحلية يجري لقاءات مع الناس، فظهر هو فسأله عن كأس العالم فقال له أنا كمبيوتر أعرف كل شيء. أي معلومة أي سؤال مني منك من أي الجن. متأكد 86 من كأس العالم حققه. 86 فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية 3-2. سجل الأرجنتين فالدانو براون بورشاجا، وسجل ألمانيا رومانيجا فولر. والهداف كأس العالم كان قاري لينيكر من إنجلترا، والملعب الازتيك. أما بالنسبة للحكم فكان البرازيلي إدبي. حتى الحكم تعرفه؟ حتى الحكم 82 فازت ايطاليا 3-1 على اليمن الغربي. سجل اهداف لايطاليا ترديلي توبيلي باولوريسي. اما المانيا سجلها بول برايتنر. ينضم الي جوجل الرياضة العربية عبد الرقيب اليافعي، هو معي الآن في الاستوديو. يقولون أنت تقول عن نفسك يا عبد الرقيب أنك كمبيوتر. نعم صحيح؟ صحيح. طيب أنا أريد لك مني 5 أسئلة. هناك من كتبها لي لأنني لا أفهم بالرياضة. ال5 أسئلة إذا أجبت عليها لك مني جائزة. لدي تذكرة كأس عالم لحضور أهم المباريات، سأعطيك إياها. أوكي؟ أنت جاهز؟ الأول سؤالي: هل تعلم قصة هذه الصورة؟ هي أعنف مباراة في تاريخ بطولة كأس العالم. متى كانت؟ بين من ومن؟ وكم كان عدد البطاقات؟ وما كان اسم الحكم؟ يلا. البطاقات كانت 20 كرت، 4 كروت حمراء و16 صفراء، وكان الحكم إيفانوف من روسيا. بين هولندا والبرتغال. بين هولندا والبرتغال. نيذرلاندس عند البرتغال. جميل. طيب انطرد 2 4 طرد و16 كرت اصفر. 16 كرت اصفر و4 بطاقات حمراء. اي سنة؟ في عام 2006. يا لطيف. أوه. راحت البطاقة. السؤال الثاني: تذكر لمسة اليد هذه؟ لمسة اليد من مارادونا التي أخرج بها الفريق الإنجليزي في سنة 86. طيب من كان الحكم؟ كان الحكم التونسي علي بن ناصر. جميل. وهذا السؤال ليس السؤال. من كان عربي شارك في بطولة كأس العالم وأي سنة وأين؟ وكان المنتخب العربي المصري أول من شارك في نهائيات كأس العالم عام 1934، وانتهت المباراة 4-2. سجل المنتخب المصري عبد الرحمن فوزي، وهو نفس اللاعب الذي كان سجل في التصفيات 7-0 ضد فلسطين. كل الأهداف سجلها اللاعب عبد الرحمن فوزي.